السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في حاجة جديدة، بس مش جديدة قوي يعني. النهاردة هنعمل حاجة غير الطبيخ خالص. هنعمل ايه؟ هنعمل زينة رمضان. كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير. طبعا رمضان على الابواب، فضل عليه 5 ايام او 6 ايام حسب ما يشوفوا الهلال ان شاء الله. طب هنعمل فروع الزينة اللي هي بتاعت الشارع دي ازاي؟ هقولك على طول. معانا هنا مقص، معانا بكرة الدبارة دي اللي هي بتتباع ب5 جنيه. المتوفرة عندك البلاستيك متوفر، في منها كمان اللي هو الخيش او الدبارة الفتلة، زي ما يتوفر معاكي استخدميه. معايا كيس بلاستيك، ومعايا مكنة الخياطة القطقوطة دي. طبعا مش متوفر عندك مكنة الخياطة، ممكن تستخدمي الدباسة بتاعتنا العادية خالص، بس انا المكنة بتسهل عليا الطريقة وبشتغل بيها بسرعة بسرعة. هنعملها ازاي؟ هقولك الاول نمسك اللي احنا نقطع. لو عندك اي متوفر اي كيس او اي جلاد زي اللي مقطعه مثلثات كده بالطريقه دي، ده جلاد اللي هو بتاع الاولاد متوفر عندي كذا سنه يعني، ملوش طلب معايا. خدته وقصقصته بالوان مختلفه. طبعا الفروع دي متوفره في المكتبات وكل حاجه، بس انا بحب اعملها في البيت بحيث افرح بيها الاولاد ونعلقها ويبقى موسم حلو يعني، وتبقى فرحه للكل. طبعا معايا الكيس الشنطة البلاستيك دي، انا حبيت ان انا افرقه ازاي ممكن نعملها. طبعا هقسمها نصين بالمنظر ده. طبعا انا ممكن المتوفر عندي ان انا استخدم الكيس كله برضو، ده نوع من انواع الزينة برضو. طبعا بتقصيها على شكل مثلث، تبقى ليه قاعدة من فوق ويبقى ليه الحافة كده من تحت بالمنظر ده. طبعا طلع معايا 2 علشان هو كان على المجوز اهو. طبعا متوفر عندك اي شنطه من شنط المطبخ اعمليها، متوفر عندك الجلاد اعمليه، متوفر عندك الورق اللي هو بيتباع بالكيلو برضو اعمليها. اللي متوفر عندك استخدميه. عندك قماش الخياميه، احنا ان شاء الله برضو هنعمل لنا فروع زينه، هوريك ازاي بتعمليها. طبعا انا كنت مقصره كميه بالطريقه دي، الوان واشكال مختلفه اهي، الازرق والاصفر والاخضر. اللي متوفر عندك اعمليه. لو عندكم حد بتاع الكتب القديمة بيبيع الحاجات دي برضو بالكيلو، او بتاع روبابيكيا برضو هتبقى متوفرة عندك. طبعا انا ابتديت فيها ان انا بسم الله اظبط بس كده المكنة عندك. ما تقوليش ان المكنة تقيلة ومش هتقدر تخيط الحاجات دي، لا هتخيطها. بسم الله بجيب اللون اللي انا عايزاه، وطبعا بسيب مسافة ما بين الواحدة والتانية يعني على الاقل حاجة كده زي فتر او زي 10 سنتي، وطبعا حسب ما انت عايزة برضو. بجيب الدبارة وبلف عليها المثلث كده حاجة بسيطة. دي طبعا القاعدة اللي من فوق، دي القاعدة ودي راس المثلث، خدي بالك. وابتدي ادوس عليها بالمكنة بسم الله. طبعا دي اسهل من اللزق، لان طبعا دي اوفر طبعا بكتير. بخيط عليها وبمشي عليها بالطريقة دي. ده اول لون معايا، وبسيب حوالي 10 سنتي وببتدي اعمل اللي بعديها اهي. بحط الدبارة بالمنظر ده وبقفل عليها بس كده حاجة بسيطة حوالي نص سنتي ولا حاجة. مش متوفر عندك مكنة الخياطة هتقدري عادي لو عندك الدباسة، ولو عندك خياطة ناحيتكم في البيت جنب البيت ولا حاجة بتاخد حاجة قليلة خالص وتعملها لك برضه بالمنظر ده. وهكذا همسك الالوان كلها طبعا وبشكلها، وهقدر اوريكي. طبعا دي الكمية اللي انا عملتها اهي. عايزه اقولك ان الدبارة فيها حوالي 50 متر او اكتر ب5 جنيه. ومعايا الورق الجلاد دوت الكيلو دلوقتي مثلا ب20، هتجيبي نص كيلو ب10 زي ما انت شايفه بالمنظر ده كده اهو. طبعا اوفر بكتير، 13 جنيه هتعمل لك حوالي فوق ال40 فرع من الفروع دي، وتقدري تزيني بيها الشارع بتاعكم كله وتبقى فرحه ليكم وللشارع ولجيرانك ولحبايبك زي ما انت شايفه المنظر اهو. طبعا انا كل ما بعمل كمية بلفها على ورق الكرتون علشان ما تتعقدش في بعضه. ودي فكرة بسيطة من اول افكار زينة رمضان اهي بالمنظر ده. طبعا انا بلفها بالمنظر ده عشان متلبكش، واقدر لما اجي افكها واعلقها تبقى معايا بسهولة، واقدر افردها بسهولة. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ونعمل مع بعض زينة كمان وكمان لزينة رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.